السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير وبصحة وسعادة. قبل ما نبدأ طبعا البقاء لله في أخونا محمد صبري، اللاعب اللي محدش كان سامع صوته، يعني اللاعب يمكن الجيل الجديد النهاردة ما يعرفش مين محمد صبري. محمد صبري اللي شاف جوانه، يعني جوانه أقرب وأشبه كده بروبرتو كارلوس، اللي هو في ثانية بيشوط شوطة بتروح في حتة الجون مش شايفها ومش عارفها هي فين. الحقيقة كان لعيب، لعيب حلو قوي ولعيب فنان، وكمان للأسف الشديد كان لعيب مش محظوظ. يعني لو بلغة الأرقام النهاردة، محمد صبري أعتقد كان ممكن يتفوق على لعيبة كتيرة، ماديا وأدبيا وإعلاميا وكل حاجة. كان الله يرحمه إنسان خلوق جميل. يعني عظم الله أجره، أجر أهله يعني، وربنا يصبرهم إن شاء الله ويصبرنا جميعا. وهي في النهاية الحياة، يعني هي دي. لو ممكن اللايك. طيب، اتكلمنا المرة اللي فاتت عن العدالة ومش العدالة. هتلاقي المواضيع مرتبطة شوية قوي. في ناس زعلت طبعا، اخواتنا الأهلاوية زعلوا، بس والله احنا مش بنهين الأهلي كفريق. الاهلي كنادي اسم كبير يا اخوانا. انا مش بتكلم على النادي الاهلي. النادي الاهلي ده احنا طلعنا واحنا صغيرين، طلعنا لقينا حاجه اسمها الاهلي، حاجه كبيره. 1907 طلعنا لقينا حاجه اسمها الزمالك. 1911 طلعنا لقينا النسر، ولقينا الراجل اللي ماسك السهم، وطلعنا لقينا الحاجات دي، الحاجات الجميله دي اللي كيفت شويه من ثقافتنا، شويه من ثقافتنا الكرويه. كان مرورا بكل ده كان في منتخب مصري قوي، منتخب عظيم، بقيادة كابتن حسن شحاتة. الزملكاوي أو زملكاوي أو كونه أهلاوي، كان راجل مصري محترم، بياخد 3 بطولات لأفريقيا ورا بعض. وكان في النهاية يمكن الزمالك والأهلي ما بيكسبوش كتير بطولات أفريقيا، بيكسبوا بس مش كتير. كان في توازن ما بين منتخب مصر والأندية المصرية. يعني كان في أولويات الشعب المصري الجميل، إنه اللي كان يسعدنا، وكان عادي جدا تلاقي الاستاد، مثلا استاد القاهرة، في 120 ألف متفرج بيشجعوا منتخب مصر. الحاجة اللي فقدناها دلوقتي لأننا بقينا يعني متحيزين لأهلي وزمالك وزيزو وشيكابالا وبتاع الكلام الفاضي ده. طيب، وإيه اللي حصل؟ يعني يا اخوانا، اللي بيفهم كوره، اللي عارف كوره وراح دور على فريق زي اوزبكستان مثلا. فرقه اوزبكستان من كام سنه قليلين مش كتير، يعني اتغلبوا من اليابان 8-0. واليابان مش قويه في الكوره. فرقه اوزبكستان فرقه اسيويه في النهايه، يعني انا بس عشان اختلط. كان في بعض المذيعين من ضمنهم تقريبا ابراهيم فايق قال ان اوزبكستان فريق اوروبي. لا يا اخوانا، اوزبكستان هي دوله اسيويه، بتلعب في اسيا، يعني بتلعب في مجموعات السعوديه والامارات وقطر والبحرين والكويت. كل الدول اللي انا ذكرتها، ال5 دول عربيه او غيرهم، كوريا او اليابان وبتاع، لما كانت بتلعب اوزبكستان ما كناش بنحس، ما نعرفش حاجه عن اوزبكستان. واحنا ليه ما نعرفش حاجه عن اوزبكستان، مع اننا مثلا نعرف فريق بيرو، فريق البرازيل، فريق الارجنتين. انت بتسمع نتائج، بتسمع فرق، بتسمع، يعني بتسمع عن كيانات كرويه كبيره. طيب، كابتن حسام حسن والمنتخب المصري ولاعيبه المنتخب المصري، اللعيبه اللي خلاص يعني زي ما بيقولوا شبعانه. يعني راجل بياخد له 100 مليون جنيه في السنه، واحد تاني جاي من ليفربول، التالت جاي من مانشستر سيتي. الناس دي مش جعانه كوره، مش ما بقاش عندها حتى الحس الوطني ما بقاش مشهور. لان حتى في مصر ما بقاش عندنا حس وطني للمنتخب. اهم حاجه عندنا النادي الاهلي. الاهلي اللي هو ايه، بابا الشغلانه اللي هيروح يلعب في امريكا في كاس العالم وللاسف ما بيحققش شيء. يعني ايه اللي حصل في الكوره، في الكوره المصريه؟ عادي جدا بنسمع مثلا ان فريق مصري، مش عايز اذكر اسامي خلاص، فريق مصري بيقول للمنتخب لا انا مش هبعت لك اللعيبه. او ان مثلا ان الفيفا داي اللي كل العالم بيلعب فيه. بص، الفيفا داي ده هو يوم الشعب، يوم الجماهير. حتى الراجل اللي ما بيتفرجش على كوره، حتى الراجل اللي ما بيحبش الكوره، بيلاقي ان فريق بلده بيجيب مثلا فريق تاني من دولة تانية صديقة عميلة عميقة، بيروح يجيب فريق ويجيبه في الاستاد بتاعه ويلعبوا مع بعض مباراة كروية اسمها الفيفا داي. يعني اسمها يوم الفيفا، يوم الكورة.
فقرر كابتن حسام حسن وما يلعبش. ليه؟ فريق أبوه. ما هي أصلًا الموضوع كله إيه، إحنا ما بقاش عندنا حاجة، آآ يعني مش عارف أقول إيه، ما بقاش حد بيحكم حاجة، بقى بيحكمنا مجموعات فاسدة، آآ ما يهمهاش اسم مصر، اسم مصر في النهاية مش مهم بالنسبة لها، فييجي في فدية إحنا ما نلعبش. ليه؟ لإن كابتن حسام حسن مش عايز يلعب. ليه؟ لإن بابا الشغلانة في أمريكا بيلعب في كأس العالم. طب وإحنا مالنا؟ ما يلعب. يعني منتخب مصر ما يلعب، يعني هو منتخب مصر من غير حتى، وطبعًا قوام النادي الأهلي أكيد مهم، لكن ده في فداية. جرّب طيب، العب، جرّب. يعني حُط فريقك في الملعب وشوف المشاكل فين. يعني أنت في ماتش أوزبكستان الحقيقة ظهر حاجة أنا كنت متأكد منها. أولًا كابتن حسام حسن يعني اللي عايز يقتنع، اللي مش مقتنع، ده يعني ده آخره يبيع ترشي، يبيع ترشي في رمضان كده ياخد له مكان. بُصّوا، أنا مش متحامل على حد، يعني حتى في بعض ال ال آمم التعليقات اللي بتيجي إن بتقول إن أنا متحامل على الأهلي، أنا حاقد على الأهلي. ولا شك الأهلي وما وراء الأهلي، اتحاد كورة، رابطة، مش عارف إيه، حتى يعني القرارات باينة. أصل يقول لك إيه، مرتضى منصور مش عارف مين، الوزير. طب لمّا الوزير مع الزمالك ومرتضى منصور مش عارف إيه، والرابطة كلّها بتأيد الزمالك والحكام مع الزمالك، طب ما اتخصمش 6 نقط من الأهلي ليه؟ ما ضيّعوش دوري على الأهلي ليه؟ طب بلاش، هي مشكلة عندنا إحنا الزملكاوية، عندنا مبدأ المؤامرة. طب ليه أول مرّة بيراميدز ينافس على الدوري راح المحكمة الرياضية؟ يعني ليه دايمًا كل الناس على الأهلي، ليه؟ حقد مثلًا، مؤامرات، يمكن. طيب بارجع بس لكابتن حسام حسن اللي لعب بطريقة كروية عجيبة وغريبة. يعني هو مثلًا بيسيرو لمّا كان بيلاعب النادي الأهلي كان خايف، كان قلقان. حتى أحمد عبد الرؤوف لمّا كان بيلعب بيراميدز كان خايف، قلقان، فبيأمِّن دفاعيًا. العجيب والغريب إن كابتن حسام لعب ب3 ورا. أنا أول مرّة أشوف 3 ورا ما فيهمش غير defender واحد، ومدافع واحد، مدافع في القلب، 2 باكات ومدافع في القلب. يا كابتن ما ينفع يا كابتن جبت الكلام ده منين؟ ال3 ورا المفروض يبقوا 5 بالباكين الجنب. يعني لو حطيتك مثلًا في بيسيرو مثلًا كان بيلعب إزاي بال3؟ كان بيلعب بصلاح مصدّق والونش وحسام عبد المجيد. يعني الراجل بيأمِّن دفاعيًا كويس جدًا ب3 ديفندر، 3 بيسموهم إيه، 3 لاعبين مركز الدفاع، وجنبهم الباكين. يعني كان بيلعب عمر جابر، وكان بيلعب الناحية بن طايق أو فتوح. هي كده بتتلعب كده. باكين الجنب دول بيطيروا، لكن تخلّي واحد زي أسامة فيصل يرجع يدافع، واحد زي زيزو يرجع يدافع، أنت يعني جبت الكلام ده منين؟ تخلّي واحد لعيب زي محمد هاني، أنا باحب محمد هاني على فكرة، تخلّيه يظهر بالمظهر السيء ده وكإنه يا عيني نسي كورة، الواد عدّى منه ورقّصه مرتين 3. ما هو محمد هاني حاسس إنه لوحده في الحتّة دي. فكابتن حسام حسن يعني إيه، آمم، هو ما عندوش خبرات. في النهاية هو درّب المصري، لمّا يطلع يقعد وهو واقف يقعد يعمل كده، الناس يعني عارفة كويس إن إمكانيات حسام حسن إمكانيات ضعيفة جدًا فنيًا. الإدارة الفنية هتبقى أقوى من كده بكتير. خُد بالك إن فرقة أوزبكستان ما أعرفش حد خد باله والّا لأ، كانافارو كان في كانافارو الإيطالي القوي جدًا، العنيد، المدافع، كان بيلعبوا بطريقة دفاعية هجومية. كان بيلعب بحاجة اسمها الكاتاناتشو الإيطالية، إن هو بيسيطر جدًا على المدافعين، بيعمل كثافات في الدفاع، لكن في لحظة يقدر يضربك هجوميًا. طريقة قوية. وزي ما قُلت لك فرقة أوزبكستان يعني هي دي إمكانياتها. على فكرة فرقة أوزبكستان لو كانت قوية في الشوط الأول بس كان ممكن تطلع غالبة مصر 5-6 عادي. فأرجع بس أقول الأسباب اللي أدِّت بينا للي إحنا شايفينه ده هي أسباب إن إحنا ادينا الأولوية في كرة القدم للأندية وخصوصًا النادي الأهلي. أنا مش متحامل، والنادي الأهلي يلعب، والنادي الأهلي بابا الشغلانة، النادي الأهلي هو اللي يروح يمثلنا في أفريقيا، النادي الأهلي. فأصبح كرة القدم في مصر ما بتصدّرش لعيبة للخارج. كل اللعيبة المحترمة والغير محترمة والتعبانة والقوية كلها بتروح للنادي الأهلي، اللي بيدفع أرقام خيالية. أخيرًا امبارح بيتكلموا مع محمود مع حمدان لاعب بتروجيت، الكلام على 60، 70، 80 مليون جنيه. وزي ما قُلت لكم الأهلي هياخده ويدّيه لسيراميكا. فدي مش كورة، دي مش التبعات اللي إحنا سامعينه ده تبعاته هتكون سيئة جدًا، حتى على النادي الأهلي نفسه، لإنه في ظل عدم وجود منافسة قوية في الداخل والخارج، ده هيؤدي لإيه؟ لهبوط مستوى، اللي إحنا شُفناه في ماتش أوزبكستان امبارح. ماتش أوزبكستان
جرس إنذار. على فكرة ماتش كاب فيردي اللي مصر هتلعبه هو ماتش خطير جدًا، وأتوقع فوز كاب فيرد يعني فوز قوي. ليه؟ لإن كاب فيردي فرقة محترمة جدًا، 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 فرقة عارفانا كويس أوي. إحنا في الوقت الحاضر لا عندنا فرقة ولا عندنا مدير فني. أتمنى بس إن ما أكونش متحامل على إخواتنا الأهلاوية. أنا باتكلم بوقائع، باتكلم بحقايق، باتكلم لمّا قُلت إن كهربا ما توقفش، باتكلم لمّا قُلت حسين الشحات اتوقف ماتشين في الواقعة اللي أنتم شفتوها. في حاجات بتؤدي بينا الإحساس بالظلم، الإحساس بالظلم شيء سيء. لكن النادي الأهلي نادي كبير، مش محتاجين إن إحنا نقول حاجة عليه بالطريقة دي. فما تنسوناش باللايك.